وانا هثبت لك ليه انت كصاحب كلب محتاج لو وديت كلبك يتدرب في مكان ان انت تبقى جزء من العمليه التدريبيه. بكل بساطه كلبك لو افترضنا مثلا ان هو كلب هايبر اكتيف، وهنا بتكلم على عنده هايبر اكتيفيتي عاليه جدا، ودي بتبقى مشكله. الكلب ما بيعرفش يفرمل نفسه، الكلب بيطلع هنا وهنا وهنا، والاكتيفيتي بتاعته ما بتهداش خالص، ومهما جري ومهما جريته وطلعت له طاقته المشكله بتفضل موجوده، والكلام ده كله في كلاب كتير كده. تمام. لو انت كصاحب كلب وديت الكلب ده المكان، وهنا بتكلم على مكان بيعرف يدرب حالات الهايبر اكتيفيتي لان ليهم تدريبات خاصه شويه، فانت وديته المكان ده والمكان ده مؤهل زي ما قلنا، وبدا معاه تدريبات. التدريبات دي بتبقى ليها شكل مختلف تماما. طبعا التدريبات الاساسيه بتاعت اقعد وتحت ونام والكلام ده كله، زائد تدريبات تانية زي حاجه اسمها باوندري جيمز او العاب الحدود، ان هو يتعلم يطلع يقعد فوق حاجه ويستنى سجاده بقى سرير ايا كان، ويهدى وينتظر، وما يبقاش حتى لو هو عايز يطلع يجري وبتاع لا، يصبر ويصبر على نفسه ثم ينزل تاني. ومنها بيتعلم حاجه اسمها اراوزال اب واراوزال داون، ان ازاي ان انت كالشخص اللي بيهندل يعني الكلب يهيبره ويخليه يلعب ويطلع الطاقه، وفي نفس الوقت يقدر يهديه والكلام ده كله. الحاجات دي الكلب بيتعلمها. من ضمن الحاجات التانية اللي الكلب بيتعلمها الامبلس كنترول، ان هو ازاي يفار من نفسه، زي مثلا كرة تترمي له ويقعد يستنى ما يجريش عليها، طبق يبقى متشال او طبق مثلا اكل او ايا كان، وهكذا. انا مش هخش في تفاصيل، بس خلينا نقول ان من الاخر الكلب بيتدرب على مجموعة من التدريبات بتحتاج حد ماهر يعلمها له. طيب الملحوظة بقى هنا، هي مش بس بتحتاج حد ماهر يعلمها له، هي بتحتاج حد ماهر يعلمها له وبتحتاج حد يستمر معاه في الحاجات دي. فالكلب اتدرب الحاجات دي من ناحية، بس في نفس الناحية الشخص اللي هيتولى الكلب اللي هو انت صاحبه لازم يبقى عارف الحاجات اللي الكلب اتدربها، والخطوات اللي الكلب اتدربها، والحاجات اللي الكلب اتدربها، ولو الكلب عمل ايه اعمل ايه، وافرمله ازاي، واطلعه ازاي، واديله حقوقه ازاي، واخليه يطلع طاقته بشكل عامل ازاي، وانظم له وقته ازاي، ووقت النوم بتاعه يبقى عامل ازاي، ووقت الهدوء يبقى عامل ازاي، ووقت اللعب والفرهده يبقى عامل ازاي، والكلام ده كله. فانت لازم تبقى فاهم كل الكلام ده كله، ولازم تبقى فاهم الخطوات اللي كلبك اتدربها. مش هقول لك تبقى محترف بيها وانك انت تدرب كلاب ثانيه والكلام ده كله، بس اتليست تبقى عارف الحاجات اللي ليها علاقه بكلبك. عشان الكلاب الهايبر اكتف بيبقى وارد انه يبقى طالع نازل ويبقى ايام احسن من ايام، وايام يبقى اوحش سنه، فانت لازم تعمل شويه حاجات والكلام ده كله. من الاخر كانك لازم انت على طول الراجل اللي بيعمل صيانه للكلب او بيعمل مينتننس للكلب، اللي هو الكلب على طول اتعلم الحاجات دي وبيتابع معاه. فلو انت وديت كلبك مكان وسايبه بقى ومتخيل ان هو يرجع لك فله من غير ما انت تبقى جوه العمليه التدريبيه، في اغلب الاحيان الموضوع مش هيتحل. ممكن حاجات بسيطه تتحل، بس المجمل مش هيتحل، وهتلاقي نفسك في نفس الدايره، وهتبقى مش فاهم الغلط منين بالظبط. يلا سلام عليكم.